هنعمل النهارده مع بعض صينية النجرسكو الخطيرة دي. بجد هتعملوها روعة وهتعتمدوها، وإن شاء الله هتكون على سفرتك في رمضان إن شاء الله في أي عزومة أو حتى وجبة رئيسية هتعجبكم جدا. بصوا، هي طريقتي فيها مختلفة جدا في حشوة الفراخ، بس جربوها وأنا أوعدكم إن انتوا هتعتمدوا حشوة الفراخ والطريقة اللي أنا هقول لكم عليها. بجد خطيرة جدا. يلا بس نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا إيه. ما تنسينيش بقى في اللايك والشير ومتابعة الصفحة أو اشتراك القناة. اول حاجه معايا نص كيلو من صدور البانيه. انا طبعا غسلته كويس جدا وبعد كده قطعته قطع صغيره بالمنظر ده. حطيت بصلايه كده حلوه او بصلتين صغيرين مفرومين في الكبه. وبعد كده وريتك ان انا حطيت معلقه واحده بس من الزبادي، معلقه كبيره من الزبادي. هبدا احط مكعب كده من مرقه الدجاج براحتك اختياري، فلفل اسود، رشه حبهان بسيطه جدا، وشعره سكر، ربع معلقه صغيره كده من السكر، ومعلقتين صغيرين من الخل. بصوا، انا بسيبها من بالليل لغايه الصبح، ولكن انا النهارده سبتها نص ساعه بس. تعالوا بقى نشوف حشوة الفراخ بعد ما سيبناها نص ساعة. الحشوة دي خطيرة والله العظيم، تتبيلة بسيطة جدا ولكن بتفرق وبتنقلك صينية المكرونة النجرسكو في حتة تانية خالص. نزلت بمكعب من الزبدة في طاسة كده، مكعب واحد من الزبدة، وبعد كده نزلت بخلطة الفراخ وابدأ اقلب فيها لحد ما تشرب ميتها كلها. في المرحلة دي انت ممكن تضيفي مشروم، لكن انا ما كانش عندي بصراحة، فضفت معايا فلفل الوان بس. فلفل الوان بيبقى جميل معاها جدا. عايزه تضيفي اي خضار تاني مفيش مشكله خالص، براحتك جدا، جزر مبشور، اي حاجه، بسله، مفيش مشكله، لكن انا استكفيت بدول بس. يلا بقى نعمل بشاميل، والبشاميل النهارده هيكون على البارد، خفيف وسهل وسريع. نزلت معايا بلتر وكوبايه من الحليب، وبعد كده نزلت 4 معالق كبار من الدقيق، وبعد كده نزلت بمعلقتين كبار من الحليب البودر، بيدي طعم جدا حلو قوي وده اختياري. وبعد كده نزلت بمكعبين من المرقه وفي رشه فلفل اسود، وكمان ظبطت الملح بتاعي ومكعبين كده من الزبده يطعمها لي، واديت دلوقتي معاكم رشه من جوز الطيب بتنقل البشاميل في حته تانية خالص. واخر اضافه معايا نزلت بيها معلقتين كبار من قشطه وش اللبن. دايما بوريكم ان انا بسيبها في علبه في الفريزر واخد منها وقت الاستخدام. هو ده القوام اللي انا عايزاه. اول ما يغلي معاكي ويشكشك كده معاكي يبقى زي الفل قوي. هاخد بقى مع كبشتين كبار من البشاميل اللي احنا عملناه على خلطه الفراخ، واولع الفراخ تاني، وبعد كده اسيبها بقى تتشرب من البشاميل كويس جدا، مع رشه كده جبنه موتزاريلا ان وجدت، ولكن لو ما عندكيش مفيش مشكله. وبس كده. يلا بقى نرص الصينيه بتاعتنا. طبعا سلقنا المكرونه، هبدا احط في البايركس بتاعتي طبقه بشاميل تحت، او بتدهني زبده مفيش مشكله. بوريكي هنا ان المكرونه بتاعتي انا سلقاها يعتبر نيه، يعني نزلتها في الميه يا دوبك نص سوا ولسه متماسكه. تمام كده. هبدا بقى احط بشاميل، وحطيت معلقه كده من حشوه الفراخ تطعم لي كده المكرونه كلها، والمكرونه كده تبقى جوسي، والبشاميل كده والكريمه داخله جوه المكرونه زي ما انتم شايفين كده. هبدا انزل بتلتين المكرونه. على فكره انا سلقه هنا كيس ونص من المكرونه اللي هو 400 جرام عشان البايركس بتاعي كبير. كيس ونص من المكرونه. حطيت تلتين المكرونه من تحت، وبعد كده هنزل بالحشوه معايا زي ما انتم شايفين كده في النص. حابه تنزلي بيها وتقلبيها كلها مع بعض وتاخدي طبقه البشاميل مره واحده، دي اختياري وبراحتك. حطيت هنا برضو كبشتين كده من البشاميل، ونزلت بالتلت الاخير للمكرونه، وابدا بقى احط البشاميل الكريمه عندي. في الوقت ده انا مسخنه الفرن على درجه حراره 240، وبقول لك هنا ان انا هدخلها الفرن يا دوبك 25 دقيقه، وبعد كده بطلعها بحط على وشها جبنه موتزاريلا وبخرجها تاني. انا ما بحطش الجبنه الموتزاريلا في اي حاجه على الوش من البدايه، بحس ان انا بالنسبه لي بتحبب من فوق وما بتشدش، لكن لما تخرجيها وبعد كده تحطي الجبنه الموتزاريلا على وشها بعد 25 دقيقه، وبعد كده تطفي الفرن، تولعي الشوايه على الهادي خالص، الجبنه تسيح وتاخد لون خفيف. وبس كده، وبألف هنا وشفا. سيبيها بقى تبرد تطلع لك قطعه متماسكه، ولكن انا كنت مستعجله في التصوير. والف هنا وشفا. ما تنسونيش في اللايك والشير ومتابعه الصفحه.